الزوجة الجميلة، الزوج الجديد، والاختفاء الغامض. شاكيرا كانت كتعيش حلم جديد مع صوامي، ولكن الحلم تحطم في لحظة. بلا ما نحرق التفاصيل، شوفوا شنو وقع لها. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نتكلموا على واحد القصة ديال واحد البنت سميتها شاكيرا خليلي. هاد البنت هادي من عائلة هندية مسلمة، عاشت وتربت في سنغافورة من مواليد 1947 ميلادي. هاد البنت هادي قضت الفترة ديال الشباب ديالها في سنغافورة، وقرات تما وكبرت. قرروا الأسرة ديالها أنهم يرجعوا للهند. هاد شاكيرا هادي هي الحفيدة ديال رئيس الوزراء الهندي السابق، وباها حتى هو كان وزير. هي من واحد العائلة اللي هي عريقة، يعني عندها حسب ونسب. كانت شاكيرا من واحد العائلة اللي هي غنية بزاف، وكانت عندها واحد المكانة كبيرة في المجتمع ديالها. الأهل ديالها انتقلوا للاستقرار في الهند في الفترة ديال السبعينات، فكانت في السبعينات عندها السلطة، الأهل ديالها والنفوذ، وكانت أي بنت كتمنى أنها تكون في الجمال ديالها، لأنها كانت جميلة بزاف، وكان عندها واحد القبول كبير، وكانوا بزاف ديال الشباب كيتمنوا أنهم يتزوجوا بها. تقدم لها ولد عمها باش يتزوج بها، وفعلا تزوجت به، وولدت منه 4 البنات. وحتى هاد ولد عمها كان غني بزاف، كان تاجر معروف في الهند، وماشي غير في الهند، على مستوى العالمي. عنده شركات، عنده مزارع وأراضي وعقارات في جميع أنحاء العالم. وكان هاد الشيء من الطبيعي أنه يكون دائما مسافر، وديما غايب على الدار. كيبقى غايب على الدار مثلا 3 شهور 4 شهور عاد كيرجع، وملي كيرجع للدار كيبقى شي أسابيع قليلة وكيولي يرجع يسافر. واحد الوقت فكرت شاكيرا أنها تغير البيت اللي ساكنة فيه مع الزوج ديالها والبنات ديالها، ولأنها هي ورثت من باها أملاك بزاف. من بين هاد الأملاك قصر، شي حاجة فاخرة، وفيه واحد المزرعة كبيرة. وكان هاد القصر هذا كيتطلب شي إصلاحات. كان هاد القصر قديم وفيه تراث، ولكن محتفظ بالفخامة ديالو. فقررت شاكيرا أنها تصلح شي أمور فيه وتخليه محتفظ على التراث ديالو القديم. وكان هاد القصر هذا كيتعتبر رمز وشي حاجة مميزة ما بين القصور المعروفة في الهند. فعلا الزوج ديالها قال لها واخا اللي بغيتيها ديريها، انا موافق تكوني غير على خاطرك. قالت له شاكيرا اذا كنتي كتعرف شي واحد يقوم بهذا الامر هذا، ويكون شي واحد معروف وثقة. قال لها واخا ماشي مشكل، انا غادي نقلب. وهو يتفكر عنده واحد صاحبه الخدمة ديالو في الانشاءات والمقاولات والبني، وخصوصا ان الزوج ديالها ما عندوش وقت يعني باش يوقف على هاد الامور. فاتصل بهذا الشخص هذا اللي هو الصديق ديالو المقرب، سميتو صوامي. قال له يا صوامي انا بغيتك في واحد الموضوع. قال له انا عندي واحد القصر، وشرح له كل شيء. قال له انا راه بغيت شي ترميمات، وبغيتك انت تقوم بهذا الواجب هذا. وشرح له الطريقه ديال الخدمه، انه يحافظ على ديك التراث ديالو، وانه فقط غادي يغير غير شي امور بسيطه. قال له صوامي حاضر، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن هذا الصديق ديالو ما كانش مسلم، كان من الناس اللي كيعبدوا البقر. فعلا صوامي قدر انه يدير داكشي اللي قالوا له، وخلى ديك القصر احسن من اللي كان في الاول. خلى الناس كامله تهضر عليه، واخا غير غير شي امور بسيطه. وملي شافتو شاكيرا فرحت بزاف. شاكيرا قالت لراجلها هاد صاحبك هذا ما شاء الله عليه، يعني تبارك الله عليه، الخدمه ديالو دارها كيما بغيت انا. فبما ان الزوج ديال شاكيرا ديما مشغول، وكان كيتيق في هاد صوامي، كان كيتيق فيه ثقه عمياء، حيت اقرب صديق ليلو، وكان عارف عليه انه واحد الشخص اللي هو امين، والخدمه ديالو هي اللي كتهضر عليه. هضر مع شاكيرا وقال لها شنو ظهر لك انه يخدم عندنا هنا في القصر. قالت له ما كاين حتى شي مشكل، انا الخدمه ديالو عجبتني بزاف. فعلا مشى عند صوامي وقال له بغيتك تبقى خدام عندي في القصر، يعني اي حاجه احتاجوها الاهل ديالي تعمل لهم. قال له صوامي ما عندي حتى شي مشكل بما انك انت ديما مشغول. هو يقول له شحال غادي تعطيني؟ قال له غادي نتهلا فيك مزيان. قال له غادي نعطيك الاضعاف ديال الاشخاص العاديين. قال له بغيتك تكون المدير ديال الاعمال ديالي، تقوم بجميع المهام اللي عندي في وسط الهند، حيت انا دايما مسافر، وبغيتك تعيش معنا في نفس القصر. غادي نبني لك واحد الغرفة تكون في وسط المزرعة، باش هكا اي حاجة احتاجتها السيدة شاكيرا، وانا كنثق فيك بزاف،
باش تكون الوكيل ديال الأعمال ديالي في إجراءات المعاملات والأوراق الرسمية، وأي حاجة احتاجتها أو احتاجوها بناتي تجيبها لهم. قال له أنا موافق، وفعلا بنالو واحد البيت صغير وخلاه يسكن تما. أكبر خليلي اللي هو الزوج ديال شاكيرة ارتاح لأن خلى واحد الصديق اللي هو كيثيق فيه بزاف ويقدر أنه يعاون الأهل ديالو في داكشي اللي كانوا كيحتاجوه. المهم الأمور كانت ماشية مزيان، بما أن أكبر خليلي كيسافر بزاف، فهاد الشي هذا كيخلي المرأة أنها تكون عندها واحد النوع من النقص، لأن هاد الزوج ديما مسافر. وبما أن شاكيرة عندها 4 بنات وكتحتاج دائما للرجل يكون تعتمد عليه مثلا في المصاريف ديال الدار، شي حاجة يصلحها في الدار، شي واحد اللي يديها مثلا تشري أغراض ملابس، فلقات بأن هاد الصوامي هذا متوفر 24 ساعة ل 24 ساعة في الخدمة ديال هاد العائلة هذه. شوية بشوية هاد الصوامي هذا بقى كيتقرب أكثر وأكثر من شاكيرة، يعني كيحاول أنه يبين لها المهارات ديالو والإعجاب ديالو بها والاهتمام ديالو. وبحال هاد الأمور هي كانت مرأة اللي هي ضعيفة، والزوج ديالها ديما غايب وكتحتاج يعني الكلام اللي هو طيب، وهاد الصوامي هذا كان كيعرف كيفاش يتكلم، كان مبدع في الهضرة ديالو. فبلا ما تحس بدات كتعلق بهاد الصوامي هذا، كان كيوفر لها اي حاجه بغاتها، وكما كيقولوا يعني يجيب لها حليب العصفور يجيبوا لها. وهاد الصوامي هذا كان ديما في الصباح كيجيب لها الورد. والمصيبه الكبيره هو انه بدا كيحرضها على الزوج ديالها، بما انها بدات كتبين المشاعر ديالها، وهذا الشيء خلاه انه يلقى الحجه باش يهضر على الزوج ديالها. قال لها كيفاش انت عندك الفلوس وانت باغيه هذا الشخص هذا اصلا ديما مسافر، وشكون اكد لك انه مخلص وانه ما عندوش علاقات اخرين، وهو يقدر يكون كيشوف بزاف ديال النساء، خصوصا انه كيسافر للدول الاوروبيه، فاكيد كيشوف تما بنات مزيونين. المهم بدا كيدوخ فيها، وقال لها ضروري خصك تستوعب هذا الامر. دائما كان كيقول لها اش بغيتي به، ديما مسافر 3 شهور 4 شهور، وشي مرات كيوصل حتى ل7 شهور، كيجي كيجلس اسبوع ويمشي بحاله عاوتاني، وانتي باقا صغيره ومزيونه، يعني هذه ماشي عيشه اللي تعيشيها. فهنا بدات شاكيرة كيتخربقوا عندها الحسابات، تستاهل يحسن من هكا. وفعلا ولات كتثيق بالهضره ديالو، وبدات شاكيرة كتفتعل المشاكل مع الزوج ديالها. شاكيرة تغيرت، في الاول ما كانش هاد الشي هذا، ولكن ملي بدات كتسمع لديك الشيطان فبدات كدابز معاه بزاف، كتكبر المواضيع، حتى وصلوا لواحد الطريق اللي هي مسدوده وطلبت منه الطلاق. هو في الاول ما وافقش، ولكن هي بدات كدير محاولات بزاف وكدابز معاه بزاف، وبدات كتضغط عليه لواحد الدرجه ما تصوروش، حتى وصل لواحد الدرجه ما قدرش يتحمل وطلقها. ولكن هاد الشي هذا كانت كديرو غير باش تخلص منه، لان الهدف ديالها كان هو صوامي وانها تزوج به، اللي لعب بها اللعب، وهو اصلا ماشي مسلم. خلت الاب ديال بناتها وتبعت الشيطان، بما ان هاد القصر هذا ديالها اللي ورثاته من الاب ديالها، فالزوج ديالها ملي طلقها طبعا ما غاديش يجي يعيش تما، فهو بقى كيطلب منها انه يشوف بناته. قالت له الا بغيتي بناتك يعيشوا معك ما عندي حتى شي مشكل، شوفوا لاي درجه وصلت. قال لها هذاك الشيء اللي بغيت حتى انا، اذا كان ممكن فهاد الشيء غادي يفرحني. بناتها كانوا كبار شويه يعني ماشي صغار. من بعد الشهر ما طولتش حتى واحد المده صارحت بناتها الكبار وقالت لهم دابا نتوما كبار وكتفهموا. قالت لهم انا واحد المراه اللي عزبه ومن حقي انني نتزوج. في الاول تصدموا، قالوا لها واش من نيتك كنتي في الاول مزوجه ببابا، كيفاش غادي ديري انك تزوجي بواحد اخر؟ قالت لهم هي ان الاب ديالكم طلقني صافي، وكل واحد مشى في طريقه. وبناتها الصراحه الله بقاو كيبكيو، وشحال هما قاطعين عليها الهضره. وهذا الخبر وصل للزوج ديالها السابق اكبر خليلي. اكبر خليلي كان الشرط ديالو انه اذا تزوج ولا شي حاجه غادي ياخذ البنات. وبناتها في الاول كانوا باغيين يبقاو معاها، ولكن ملي سمعوها باغا تزوج قرروا انهم يمشيو يعيشوا مع الاب ديالهم. الزوج ديالها السابق اكبر خليلي ملي سمعها انها باغا تتزوج جا لعندها وقال لها انا بغيت ناخذ بناتي، وقال لها الله يعاونك والله يجيب لك التيسير. هنا اكبر خليلي خدا بناته وخرج من الهند نهائيا. ولكن الصدمه والصاعقه اللي نزلت عليه
هي أنها من بعد شهر من طلاق قررت أنها تتزوج مرة أخرى. من صوامي، الصديق ديال العمر ديالو، كان كيتيق فيه بزاف وعرف الفيلم كامل، وأن اللي وراه هادشي هذا كامل هو صوامي، وأنه هو السبب ديال الطلاق ديالهم، وأنه كان كيحرضها، وخصوصا تصدم لأنه كان كيظن أن واحد الشخص اللي هو أمين وخلاه يسكن في وسط المزرعة ديالو، وكان كيدير أي حاجة اللي تفيد القصر، وكان كيساعد العائلة ديالو. تصدم لأنه كان كيتيق فيه ثقة عمياء، يعني هو جاب الشيطان بيده لعنده وخلاه يعيش في وسط الأسرة ديالو. المهم شاكيرا تزوجت بصوامي، وخا أنه ماشي مسلم وكيعبد البقر. ما فكرتش في هاد الأمور هادو، خلات الزوج ديالها اللي هو ولد عمها تاجر معروف من عائلة اللي هي كبيرة وعندها مكانة في المجتمع، وتزوجت بصوامي اللي هو مدير أعمال عندهم في الدار. هي ما فكرتش في هاد الأمور، المهم عندها هو أنه يعمر لها ديك الفراغ. هي مقتنعة به وقررت أنها تزوج به، ومستعدة أنها تحارب الدنيا على حسابه، وما عرفاش بأنه شيطان، لأن المرأة اللي بعقلها ما غاديش تضحي ببناتها وبالزوج ديالها وتزوج بواحد كيعبد البقار، خصوصا أنها مسلمة. هنا البنات ديالها ما بقوش كيهضروا معاها، وحتى ديك المسلمين اللي كانوا كيتلاقاو بها في الهند ما بقاوش كيهضروا معاها، وأصدقاء ديال العائلة كانوا ديما كيسبوها وقالوا لها بأنك ما كتحشميش تزوجتي بواحد الخائن خان الصديق ديالو، زائد أنه ماشي مسلم. لأنها فين ما كانت كتخرج كانت كتندم على ديك الخرجة اللي خرجت من بعد ملي دازت واحد المدة من المقاطعة ديال البنات ديالها. وهذا الشيء هذا كانت كتأدى منه صراحة، لأنهم ما كانوش كيبغيو يهضروا معاها. هذا الشيء هذا وقع في 1989، ولكن من بعد سنة بنتها الكبيرة سميتها صباح. هاد البنت هادي واخا هيداك كانت ديما كتفكر في الأم ديالها وكانت كتحن فيها، خصوصا دازت واحد المدة توحشتها، فقالت راه نبقى نتواصل معاها. طبعا كتواصل معاها من لندن لأنهم ما بقوش في الهند. واخا الأم ديالها غلطت، ولكن البنت كانت حنينة وكتبقى الأم ديالها، فبقات كتواصل معاها وكتطمئن عليها، وحتى الأم كتطمئن على بناتها الآخرين، يعني كتعطيها الأخبار ديالهم. مثلا الأخت ديالك نجحات تخرجت مثلا، وبقات كتسرد لها حتى التصاور ديال بناتها الآخرين، وبقاو على هذا الحال واحد المدة طويلة حتى جات سنة 1991، يعني المدة ديال الزواج ديال شاكرة عامين. واحد نهار وهي دخل واحد البنت مزيونة في مقتبل العمر لواحد المركز ديال الشرطة، بغات تقدم واحد البلاغ مهم. قالوا لها تفضلي ياك لاباس؟ قالت لهم انا سميتي صباح. هاد صباح هذه هي البنت ديال شاكرة اللي اختفت. كيفاش اختفت انا غادي نقول لكم. المهم قالت للضابط الام ديالي شاكرة خليلي هي الحفيدة ديال رئيس الوزراء الهند السابق، وسيدة اعمال معروفة، وجدها وزير في فترة الخمسينات. قالت له يعني الام ديالي ماشي شخصية عادية. وهي علاش قالت هكا؟ باش يديروا الخدمة ديالهم كما يجب. الام ديالي مختفيه، الام ديالي طلقت من الاب ديالي وتزوجت بواحد الشخص. قالت له انا والاخوات ديالي كنعيشوا مع الاب ديالنا في لندن، وهذا الشخص هذا سميتو صوامي، وانا كنت كنتواصل معاها، ولكن في هاد الشهرين الاخريه كنعيط لها ما كتردش على التليفون. قالت لهم بانها اتصلت بالزوج ديالها صوامي، كنسولو على الام ديالي، كان كل مره كيقول حاجه، كيقولها مثلا الام ديالك مشغوله، مره كيقول لها الام ديالك ناعسه، وكان كيقول لها كوني هانيه انا غادي نبلغها اي حاجه قلتيها لي. وبقوه ما كانت كتعيط كل مره، وحس هو بالضغط بزاف، وهو يقول لها الام ديالك سافرت لامريكا، سافرت باش تعالج، وقالت بانها ما باغاش شي حد يعرف فين هي. وبما انك كتصلي بيا بزاف فاضطريت انني نقول لك الحقيقه. قالت له اعطيني الاسم ديال هذه المستشفى هذه في امريكا. اعطاها الاسم ديال المستشفى معروف في نيويورك. فالبنت تواصلت مع هاد المستشفى هادي، ما عطاوهاش شي معلومات على الام ديالها، وقالوا لها ما كايناش هاد السيده هادي مره عندنا. اتصلت بالسفير الهندي اللي في امريكا باش تعرفوا بانهم ماشي شخصيات عاديه. المهم قالت له هادشي هذا كامل. السفير الهندي جاب معلومات من المستشفى، فعمل الابحاث ديالو، وفعلا لقى ان شاكرة ما عمرها مشات لهاد المستشفى هذا. ولا اتصل بصباح وقال لها الام ديالك
ما كايناش في ديك المستشفى، وعمرها مشات لديك المستشفى. وقالت للشرطة انا من بعد ما درت هاد الشيء هذا كامل انا جيت لعندكم، وبان صوامي غير كيكذب عليها. فعلا الضابط استدعى صوامي. ملي حضر صوامي طلبوا منه يقول لهم فين هي السيدة شاكيرة. قال لهم بانها مسافرة. قالوا له بان داكشي اللي قلتي كامل معلومات غلطة. قال لهم انا ما عارفش، لانني انا عارفها انها سافرت لانها كانت مريضة نفسيا، وكانت معذبة بزاف من ناحية البنات ديالها، وديما كانت كتفكر فيهم، وكانت فيما كتخرج للشارع كيبقاو الناس يسبوا فيها ويشتموا فيها، وكيقولوا لها علاش تزوجتي بهذا الشخص هذا اللي هو ماشي مسلم. فقررت انها تمشي لامريكا، وطلبت مني انني ما نبلغ حتى شي واحد، حتى انا ما هضرتش معها، خليتها على راحتها. ملي بغات تسافر انا ما منعتهاش، لان الحاله ديالها النفسيه كانت خايبه بزاف. الشرطه فعلا عملوا واحد التحريات ولقاو بالاثباتات الرسميه انها فعلا خرجت من الهند ودخلت لامريكا. فهنا قالوا لها احنا ما عندنا ما نديروا لك، بما ان الام ديالك سافرت وحنا عندنا اثبات انها خرجت من الهند ووصلت لامريكا. في هذه الحاله ما عندنا ما نديروا، والدور ديالنا سالا. وهنا تغلقت القضيه، وهذا البلاغ اللي جاهم من عند صباح. صباح بقات كتبكي وكتغوت وحالتها حاله. قالوا لها ما تبقايش تغوتي علينا ولا شي حاجه، احنا ما عندنا ما نديروا لك. الام ديالك سافرت بخاطرها، والام ديالك ماشي قاصر، وتقدري تمشي تقلبي عليها في امريكا. هنا قالوا للصوامي اسمح لنا وبامكانك انك تغادر، وانك انت على حق، خصوصا ملي لقاو الاثباتات بانها خرجت من البلاد. صباح بقات كتبكي وديما كتجي لمركز ديال الشرطه. قالوا لها احنا ما عندنا ما نديروا، الام ديالك بعقلها وكبيره، ولكن هي مسكينه بقوه الخوف ديالها على الام ديالها تقريبا شهر وهي كتجي لمركز ديال الشرطه. عيات مسكينه ورجعت للندن، ولكن واخا رجعت ولكن ما مرتاحاش، كتقلب على الواسطات والمعارف ديالهم، وبدات كترسل اشخاص لامريكا باش يقلبوا على الام ديالها فين كاينه. وبقات كتقلب على الام ديالها، وبقوه ما كانوا كيقلبوا عليها قالوا لها الام ديالك مستحيل انها تكون في امريكا، لانهم ما خلاو حتى بلاصه. وبما انها يعني شخصيه بارزه وشخصيه معروفه في المجتمع وفي العالم، فالاشخاص اللي كيقلبوا على الام ديالها اكيد عطاوها اخبار صحيحه 100%. قالوا لها الام ديالك مستحيل انها تكون دخلت لامريكا. قالوا لها خصك ضروري تأكدي من المصدر. صباح كانت ديما كتبكي. قالها الأب ديالها وهي عندها أملاك ومزوجة، فما يمكنش أنها تسمح في ديك الشيء كامل وتبقى في أمريكا. ومشات مرة واحدة أخرى للهند من بعد ما تأكدت أن الأم ديالها شبه مستحيل أنها تكون مشات لأمريكا. حتى لو أنها مشات لأمريكا ما يمكنش أنها تبقى هذه المدة هذه الطويلة كاملة. ورجعت للهند ومشات عاوتاني للمركز ديال الشرطة، وقالت لهم هاد الشيء هذا كامل، ولكن بدون فائدة. وبقات على هاد الحال مدة ديال عامين وهي مسكينة، من لندن للهند، من لندن للهند، من الهند لأمريكا، ومن أمريكا للندن، وفيما تسمع شي معلومات كتمشي تتأكد، ولكن بدون أي فائدة. فقالت مع راسها أنا غادي نمشي للهند وغادي ندير شي مصيبة تما باش هاد القيادات اللي تما يتحركوا معايا، وما غاديش نسكت حتى نشوف الأم ديالي فين مشات. فعلا صباح رجعت للهند ومشات لمركز الشرطة مرة أخرى، وقالت لهم أنا ما غاديش نتحرك من هنا حتى تسجلوا لي قضية، وخصني يبدا البحث فيها بشكل رسمي، بغض النظر على الموضوع أنها دخلت لأمريكا. أنا شاكة أن الأم ديالي ما خرجتش من الهند وأنها في الهند. قالوا لها المركز ديال الشرطة احنا ما نقدرش نسجلوا لك قضية، والشخص اللي كتقلبي عليه أساسا ما كيناش في الهند، كيفاش غادي ديري أنك تسجلي قضية؟ قالت لهم جيبوا صوامي وحقوا معاه. قالوا لها بأن صوامي ما عنده حتى علاقة في الموضوع، وعاد حنا حققنا معاه وحنا كل مرة كنستدعيوه. هذه تقريبا عامين على أساس باش نشوفوا الأم ديالك فين هي، ولكن بدون جدوى. كنلقاوه دائما أنه على حق، وأن الأم ديالك ما كيناش في الهند. الأم ديالك مشات لأمريكا. رجعت واحد النهار عاوتاني لقات واحد الضابط تما لابس بدلة عسكرية، شافت بأن كل العساكر كانوا كيحييوه، حتى الضابط ديال هذيك المركز بقى كيحييه. وهو يشوف صباح كانت كتبكي، قال لها ياك لاباس شنو كاين؟ طلب منها انها تجلس، قال لها تفضلي امري شنو عندك؟ هي كانت في واحد الحاله يرثى لها، بغى يعمل لها خاطرها. قالت له انا صباح خليلي. قال لها انا كنعرف هاد العائله هادي اللي هي عائله معروفه بزاف. قال لها ياك لاباس؟
قالت له صباح انا كنقلب على الام ديالي شاكيرة خليلي بنت رئيسة الوزراء. قال لها بلاتي انا عرفتها لانهم معروفين في الهند. قال لها مرحبا، اذا قدرت نساعدك ممكن، غير قولي لي شنو هي المشكلة بالضبط. قالت له انا الام ديالي طلقت من الاب ديالي في عام 1989 وحنا مشينا عشنا في لندن، والام ديالي تزوجت من راجل سميتو سوامي، وانا والام ديالي كنا على تواصل المدة ديال عامين، ولكن ملي بقيت كنتصل بها واحد المدة ما جاوبتنيش، ودابا عامين وهي مختفية وما عليها حتى شي خبار. وتقدمت بالشكوى وقالوا بانها مشات لامريكا، وشرحت له القصة من الاول حتى الاخر، وبانها قلبت امريكا كاملة ولكن ما كاين حتى شي خبر على الام ديالها، ومستحيل انها تكون في امريكا. لحسن الحظ انها الضابط هذا ذكي بزاف ومحنك، فبما انها كانت منهارة فقال لها واخا يكون غير الخير ان شاء الله. قال لها انا عندي بزاف ديال القضايا، وبما ان القصة ديال الام ديالك فانا غادي ندير جهدي كامل باش نعرف الام ديالك فين هي، خصوصا ان هذه القضية هذه دسمة فيها شخصيات معروفة. قال لها كوني هاني، هذا الموضوع خليها ليا. فكما كانت في الاول كتجي ما كتبغيش تخرج من المركز، حتى هذه المرة هذه ما بغاتش تخرج. قال لها شوفي كوني هانية هذه المرة هذه، دابا سيري للفندق وارتاحي وثيقي بيا، انا غادي نجيب لك الاخبار كامله على الام ديالك وغادي نوصل ان شاء الله للحقيقه. هي فعلا القصه ماشي سهله، ولكن غادي ندير جهدي كامل وغادي نجيب لك الاخبار عليها، سواء كانت موجوده او تعرضت لشي حاجه لا سمح الله. شويه وهي تبرد شويه، صافي سمعت الهضره ديالو ورجعت للفندق. اول حاجه عملها الضابط، طلب من ديك الضباط اللي تما، هما ضباط صغار مقارنه معه طبعا، قال لهم بغيتكم تجيبوا لي الصيامي. قالوا له حنا استجوبناه شحال من مره، هذه عامين وحنا ديما كنعيطوا له، ولكن ما كاين حتى شي حاجه كتاكد انه عنده شي علاقه مع الاختفاء ديال شاكيرا. قالوا له بقوه ما بقينا كنعيطوا له بزاف بدا كيتعصب، لدرجه انه ولا كيتعصب علينا في كل مره كنعيطوا له. فشنو ولا كيدير؟ ولا كيسردنا غير المحاميين ديالو، وهذا الشيء هذا ماشي قانوني، وما عندناش الحق في اي وقت نبقاو نستدعيو في هذا الشخص، خصوصا اننا حنايا عندنا اثباتات ان شاكيرا ما كايناش في الهند وانها سافرت لامريكا. قال لهم الضابط انا بغيتكم تحضروه لي دابا. قالوا له واش نجيبوه بواحد الشكل اللي هو قانوني؟ قال لهم لا، جيبوه لي بواحد الشكل اللي هو غير قانوني. قال لهم جيبوه لي للمركز دابا، وإلا بغى المحامي ديالو يجي من بعد يجي من بعد. قال لهم الضابط انا بغيتكم تحطوه لي في الحبس وحتى نجي عاد جيبوه لي، ولكن ما في يدهم ما يديروا. فعلا جابوا صوامي وحطوه في الحبس. علاش هاد الضابط دار هاد الشيء هذا الله اعلم. مهم كملوا القصه باش تعرفوا شنو كاين. ملي جا الضابط للمركز وما يجيبوه وحطوه قدام الضابط، هاد الضابط بقى كيشوف فيه، عرف بان هاد الشخص هذا ماشي عادي. اول حاجه قال له الضابط واش عرفتي علاش جبناك لهنايا؟ قال له لا ما عرفتش. وعلاش دايما كتجيبوني؟ وعلاش درتوا لي هاد التبهديله كامله ودخلتوني للحبس وانا عندي المحامي ديالي؟ هادشي هذا ماشي قانوني. قال له الضابط اسكت خليني نهضر. قال له عرفتي علاش جبتك حيت عرفت بان شاكيرا ما خرجتش من الهند وعندي معلومات مؤكده. قال له دابا خصك تقول لنا شاكيرا فين هي. قال لهم ديما كنجي وكنحط الاقوال ديالي ونفس الهضره كتعاود، انا ما عارفش فين هي شاكيرا. قال له حنا تاكدنا من المعلومات بان شاكيرا ما كايناش في امريكا وانت عطيتينا معلومات غلطه. قال له دابا خصك تقول لنا فين هي شاكيرا. قالوا له واش قتلتيها؟ قال له لا. قالوا له واش هي عندك في شي بلاصه مخبيها؟ قال لهم لا. قالوا له ماشي مشكل، بامكانك تمشي بحالك دابا. هذيك الضابط ملي جا لديك المركز جاب معاه واحد الفريق ديالو، طلب من واحد انه يتنكر ويجيب معلومات على هذا الصيامي هذا. هو اختار واحد من هذيك الفرقه حيت ما كانش كيثيق في الضباط الاخرين. قال له بغيتك تجيب لي التقرير كامل على الحياه ديالو من 1989، اي حاجه في حياته، الرصيد ديالو البنكي، واش عنده املاك، واش باع، واش شرى، اي تعاملات، فين كيعيش،
جيبوا لي اي حاجه فيها التفاصيل ديالو كامله. وهذيك الفريق هذيك هي الخدمه ديالو. فعلا جاب له التقرير كامل. اكتشفوا انه فعلا في اواخر 89 مشى باع جميع الممتلكات ديال شاكيرة خليل، من اراضي، من مزارع، من بيوت، من قصور. طبعا لانها غنيه جدا، ما كانش عندهم غير قصر واحد، عندهم شركات. واكتشفوا ان هذا الصيامي هذا باع لها كل شيء، ولقاو عنده توكيل عام من المفوض، هي اللي فوضته له على كل شيء. والحاجه الوحيده اللي ما باعهاش هو القصر اللي كانوا عايشين فيه، اللي رموا بيده، هو اللي ما باعوش. خصوصا ان هذا القصر هذا بالضبط كيتقدر بمليارات الدولارات. فهاد الضابط قال مزيان، قال لهم الضابط بغيتكم تستدعيوه لي دابا. قالوا له واش مأكد؟ لانه جا عندك المره اللي فاتت وما خديتي من عنده حتى شي معلومه وثبت انه محق وانه بريء. قالوا له دابا حنا عيينا نستدعيوه، ودخلناه للسجن واحد المده هو جالس تما. يعني هاد الشيء هذا اهانه ليلو، وعاد هو عنده نفوذ وعنده علاقات. قال لهم انا ماشي شغلي، قلت لكم جيبوه جيبوه، انا ما كيهمنيش شنو عنده، القانون هو القانون. قالوا له واش مأكد؟ وبدا كيغوت عليهم، قال لهم انا قلت لكم هضره واحده ما نعاودهاش. صوامي في هاد الفتره هذه كان ولا غني بزاف، يعني لواحد الدرجه مرعبه. وعاد كان غادي يشارك في انتخابات ديال المجلس، كما كنقولوا المجلس الوطني او مجلس الامه، وعنده بزاف الناس كانت مأيداه. وعاد هو كيتواصل مع الوزراء ومع رئيس الوزراء، ولا كيشوف راسو بانه ما نعرف شكون هو. فالشرطه والضباط عنده ماشي شي حاجه، مشاو عنده قالوا له راه الضابط باغيك دابا وراه طالبك للتحقيق، شنو في نظركم غادي يدير؟ جرى عليهم وقال لهم يلا خرجوا عليا من هنايا، كل مره جايبيني، كل مره جايين عندي، ما نلقاكمش كدوروا هنايا. قالوا له حنا عندنا اوامر، حنا ما نقدروش غير اسمح لنا. السيد صوامي ممكن انك تمشي معنا؟ قالوا له الله يخليك يلا معانا، حيت حنا جاتنا اوامر ما نقدروش نرفضوا لان هذا قانون. قالوا له حنا ما بغيناش نستعملوا معاك القوه، وما بغيناش نضطروا اننا نعملوا لك المينوط في يدك. بقى كيضحك وقال لهم واش من نيتكم؟ وقيلا نتوما باقين ما كتعرفونيش شكون انا. قالوا له حنا كنديروا غير الخدمه ديالنا والقانون قانون. قال لهم شكون هاد الضابط اللي طلب منكم هاد الشيء هذا؟ قالوا له نفس الضابط اللي استدعاك هذيك المره. قال لهم انا غادي نمشي بيدي وغادي نوريه الشغل. شكون هو هاد الضابط هذا اللي عاجبو راسو كيعطي الاوامر بالاعتقال ديالي؟ غادي نمشي له بيدي حتى للمركز ونشوف شنو غادي ندير معاه. قبل ما يوصل صوامي للمركز، الضابط جاه واحد الاتصال من عند رئيس الوزراء. قال له هاد رئيس الوزراء انت راك مستدعي العضو ديال المجلس. هاد الضابط هذا ما كانش كيخاف، كان ديما كيجي مع الحق، خصوصا انه واعد صباح انه يساعدها، فكان كيبذل كل ما في جهده بانه يحقق في القضيه ويعرف الام ديالها فين هي. خصوصا ان البنت كانت النفسيه ديالها مريضه بزاف، وعامين وهي كتقلب ولكن بدون جدوى. المهم هذا الوزير هذا قال له واش عندك شي دليل او لا غير معيط له غير هكاك؟ واش عندك شي دليل بان صوامي عنده علاقه بالاختفاء ديال الزوجه ديالو؟ وانا ظهر لي بانكم نتوما كتزعجوه بالعاني. هو يقول له الضابط انا جديد في هذا المركز واول مره غادي نحقق معاه. قال له انا كندير غير القانون، ما كنديرش شي حاجه خارج القانون. قال له ماشي مشكل، عندك الحق، عافاك الا ما تعامل معاه بواحد الشكل اللي يليق بالمكانه ديالو. قال له الضابط واخا كون هاني، ما كاين حتى شي مشكل. قال له انا غادي نعامله بكل احترام وتقدير. هو يقول له ديك رئيس الوزير ما تنساش راسك بانك انت غير ضابط جديد، يعني بحال اللي بغى يقول له بواحد الطريقه غير مباشره راه نقدروا نطيروك من بلاصتك. قال له صافي كون هاني، ان شاء الله انا غادي ندير غير الخدمه ديالي، وانا غادي نحقق معاه غير بشي امور اللي هي بسيطه، وغادي نخليه يمشي بحاله. الضابط كان باغي غير يصدر ديك رئيس الوزراء، وهاد الضابط هذا عنده نيشان كان ما عندوش معايا مرحميني كما كيقولوا. هاد الصوامي هذا ملي دخل المركز بدا كيغوت على ديك العساكر اللي تما، وبقى كيهددهم وكيقول لهم انا غادي نوريكم. باقي ما عرفتوش شكون انا. الضابط كان في المكتب ديالو وبدا كيسمع صوامي كيغوت. هو يخرج عنده قال له شوف احترم راسك،
ما تخلينيش انني نطلب منهم يدخلوك للزنزانة ويهزوك من رجلك ويجلدوك جليد، وبزز منك اي حاجة قلتها لك غادي تجاوب عليها، وما تديرش عليا انك انت راك زعيم وتكون شكون ما كنتي. قال له انا ما عندي ما نخسر، وحتى اذا خسرت الوظيفة ديالي المهم ندير الخدمة ديالي بشرف، وانني نطبق القانون وحتى شي واحد ما فوق القانون. هنا صوامي مزز منه التزم بداك الشيء اللي كيقول له، وقال له نتوما ديما كتزعجوني، وانا هاد شاكيرة هادي تزوجتها سافرت ومشات لامريكا، ما عندي ما ندير بيها، وملي مشات لتما ما رجعت، وملي قالت لي انا بغيت نمشي لامريكا صافي خليتها على خاطرها، من بعد اختفت. انا شنو ذنبي في هاد الشيء هذا؟ قال له الضابط انا اللي سولتك عليه غادي تجاوبني. الموضوع ديال الممتلكات ديال شاكيرة، انت بعتي لها كل الممتلكات ديالها وعندك التوكيل من عند شاكيرة. قال له انا بعت كل شيء ومن حقي، وهاد الاجراءات ديالي قانونية. قال له الضابط اوكي ماشي مشكل. قال له هذيك القصر اللي كنتو ساكنين فيه علاش ما بعتيهش؟ قال له شنو كتقصد؟ ولا سولو مره اخرى قال له علاش ما بعتيش هاد القصر هذا؟ قال له حيت شاكيرة كانت قالت لي ما تبيعوش. قال له الضابط متاكد من هاد الهضره؟ قال له قال له صوامي واش باغي تسولني على شي حاجه اولا نمشي بحالي؟ قال له صافي بامكانك انك تمشي بحالك ماشي مشكل. هاد الضابط هذا كان ذكي بزاف، كان كيبغي انه يعصب ويستفز صوامي، وباغي يدفعو انه يتهور، خصوصا هاد الضابط عارف شنو كيدير. وحتى المجرم اذا بغيتي باش تاخذ منه المعلومه خصك تضغط عليه وتوترو باش يبدا يخطأ، هنا تقدر توصل للحقيقه، ويقدر يبقى يدخل ويخرج في الهضره. وهذا الشيء اللي بغى يوصل له الضابط. الضابط كان عارف باللي صوامي كيخبي شي حاجه، وكان كيستفزو باش يخطأ ويقول شي حاجه ما كانش باغي يقولها. الضابط حطو في راسو، مشى عند واحد من العساكر اللي تما، هذوك العساكر باقيين جداد يلاه انتقلوا للمركز، ومشى عند واحد فيهم قال له انت يلاه جيتي جديد؟ قال له قال له انت في هذه المنطقه ما كيعرفك حتى شي واحد، وانا بغيتك في واحد المهمه. قال له ما كاين حتى مشكل، اي حاجه طلبتيها مني غادي نديرها. قال له غادي تلبس مدني يعني بحال شخص عادي، وما بغيتكش في هذه المده هذه تجي للمركز نهائيا، وانا ديما غادي نتلاقى معك خارج المركز. انا بغيتك تتعرف على الاشخاص اللي ساكنين في القصر. طبعا عطاه المعلومات كاملين، قال له بغيت معلومات من ديك القصر وبغيت نعرف الاسماء ديال الاشخاص اللي ساكنين تما. قال له حتى الاسماء ديال المقربين ديال صوامي، وخصوصا بغيتك تجيب لي الاسماء ديال الخدم اللي عنده في القصر، خصوصا الخدم اللي مقربين ليلو بزاف. قال له كون هاني انا غادي نجيب لك هاد المعلومات كاملين. فبدا كيقلب تقريبا شي اسبوعين او 3، رجع عند الضابط قال له كاين واحد من الخدم كبير. قال له هذا كبير الخدم وعارف كل الامور اللي كاينه في القصر، سميتو كومار. قال له شكون هاد كومار هذا؟ قال له العسكري هذا ما عنده فاش يفيدك، لانه واحد سكيري 24 ساعه على 24 هو سكران، وملي كيسالي شغلو ديما كيمشي للبار وديما شارب. قال له هذا فيش غادي يفيدك؟ الضابط عنده خبره كبيره. قال له بالعكس، قال له هذا هو اللي غادي يفيدني، انا بغيتك تولي صاحبه الروح بالروح، والميزانيه عليا انا، اي حاجه بغاها تصرفها عليه، وبغيتك تعيط له يجي عندك حتى للدار، المهم خليه من اقرب الاصدقاء، وبغيتو يتعود عليك، وملي غادي تبقى تصرف عليه هو غادي يتقرب منك. قال له بقى تمشي معاه حتى للبار ودير راسك حتى انت كتشرب. فعلا داكشي اللي دار، فعلا داكشي اللي دار، تعرف عليه في البار، وبما انه هو سكران عرضو للدار ومشى معاه، وبدا كيعرضو دائما للدار، وبدا كيبات معاه، وفي الصباح كينوض وكيديه معاه يفطروا. وبما انه كبير الخدم فكان صوامي كيعطيه الحريه، وكان مقرب له بزاف، يعني كيعرف بزاف ديال الاسرار ديالو، لذلك شي مرات كيخليه يمشي للبار وكيبات في الزنقه ما عندوش المشكل. هاد كبير الخدم ارتاح بزاف لهاد العسكري هذا، هو طبعا لابس لباس مدني يعني ما عرفوش بانه عسكري. فملي تلاقاو بداو كيسكروا، هذاك العسكري كيدير راسو بانه كيشرب، هو كيشرب غير شويه، ولكن كومار كان كيشرب حتى كيطيح. هنا العسكري غادي يبدا في الخطه،
قال له: انا كنحس بك بحال اللي باغي تعاود لي شي حاجه، شي سر اولا شي حاجه. انا الصديق ديالك، بامكانك تعاود لي كل شيء. بما انه كومار سكران فنسى راسو. قال له: انا بغيت نقول لك واحد الحاجه. الصراحه الله، هاد السيد صوامي واحد المره طلب مني نجيب له واحد التابوت من الخشب، ومشيت لعند النجار وعدلته له وجبته له. قال لي طلعوا لي البيت. فعلا طلعته له البيت ديال النعاس. فطلب مني انني نوضعوه في الغرفه ديال النعاس وحطيته تما. وملي كنت تما هزيت راسي وانا نشوف السيده شاكيره ناعسه. بلا ما حسيت شفتها بطريقه لا اراديه، وانا ما متعودش انني نعمل بحال هاد الشيء. وما عمر طلب مني هاد الشيء هذا انني نمشي لغرفه النوم ديالو، خصوصا انني رئيس كبير الخدم. فما كناش كنمشيو مثلا لغرفه النوم اولا كندخلوا في شي امور. يعني ملي كتكون كتخدم كتحني راسك احتراما للاسياد ديالك. وهذيك النهار اخر نهار شفت السيده شاكيره، وحتى ديك التابوت تلف. هادشي هذا جاني في شكال انا، ومن ديك الوقت وانا كنفكر فيه. وبما انك انت صديقي فانا كنعاود لك هادشي. انا كنت كنتسنى من السيد صوامي انه مثلا يقول لي ديه المخزن او شي حاجه، ولكن انا من ديك النهار ما شفته. وحسيت ان السيده شاكيره وقع معها شي حاجه اللي هي غريبه، وانا مستغرب كيفاش هي مشات لامريكا وسمحت في هاد الاملاك ديالها كاملين. هو يقول له العسكري: صافي يلا نمشيو دابا بحالنا. وفعلا ديك العسكري داه معاه للبيت ديالو كالعاده، وفي الصباح هو يمشي بحاله. هو يمشي هاد العسكري عند الضابط بالزربه وعاود له كل شيء. في نظركم ديك الضابط غادي يفرح؟ قال له: اش هاد المعلومات اللي جايب لي؟ اش هاد الغباء هذا؟ انا بغيتك تسول واش كاينه شي حفره في القصر، واش كاينه شي تغييرات في الارضيات. فعلا رجع المره الثانيه وخلاه حتى يسكر وبدا كيسولو. قال له: ما كتلاحظش ان في ديك القصر كاينه مثلا شي حفره اولا شي تغيير في الارضيات او شي حاجه؟ قال له: لا، ما كاين حتى شي تغيير، من غير الحوض ديال السباحه ما كان شي كبير بزاف. وطلب منا السيد صوامي اننا نرموه من جديد. قال له: فوقاش هاد الشي هذا ملي ديتي التابوت للقصر؟ قال له: كتعتقد انه دار شي حاجه للسيده شاكيره؟ قال له: لا لا، ما يمكنش. فرجع العسكري عند الضابط وقال له هاد الشي عاوتاني. قال له: مزيان دابا. قال الضابط مع راسو: هاد صوامي هذا باع الممتلكات كامل الا هاد القصر، اذا شي حاجه اللي خلاتو ما يبيعش هاد القصر. اكيد غادي يكون تما شي جثه اولا شي حاجه هي اللي خلاتو انه يخاف يبيع القصر، وخايف انه يتفضح اولا شي حاجه. احنا باقي ما متاكدينش واش هاد الشي هذا كاينه اولا ما كايناش، واش ممكن تكون السيده شاكيره موجوده تما اولا ما كايناش. كملوا معايا حتى الاخر باش تعرفوا شنو وقع. المهم بزاف ديال الحاجات بداو كيجوها في راسو. بقى ليله كامله وهو كيفكر واش ممكن يكون دار ديك التابوت في ديك الحوض ديال السباحه. في الصباح خدا القرار وطلب من العساكر انهم يمشيو معه، وقال لهم: غادي نمشيو نداهموا القصر ديال صوامي. قالوا له: واش متاكد؟ لانك كتهم الشخص بالقتل ديال السيده شاكيره، فعلا هي معروفه في المجتمع. قال لهم: 90% صوامي عنده علاقه بالاختفاء ديال شاكيره، وانا باغي نتاكد لانه يقدر يكون قتلها. وهذا الموضوع خليوه عليا لانني غادي نتحمل المسؤوليه ديالو. وكان الحافز هي صباح اللي سنتين وهي كتقلب على الام ديالها ومقهوره عليها. فعلا مشى هو وديك العساكر وداهموا القصر. صوامي وقف لهم عند الباب، سولهم قال لهم: شنو المشكله؟ قالوا له: بعد من حدانا. بغى يمنعهم ولكن ما قدرش. فعلا توجهوا نيشان للمسبح. المسبح كيكون فيه تقريبا 3 متر او اكثر. بداو كيحفروا، فاتوا 3 متر. صوامي كيغوت عليهم حتى شي واحد ما كيديها فيه. وفعلا بقاو كيحفروا كيحفروا ولقاو التابوت، وفتحوا ديك التابوت. للاسف والمصيبه انهم فعلا لقاو السيده شاكيره. وهنا لقاو القبض على صوامي وعلى العاملين والعاملات، وانكشفت القضيه ديال مقتل شاكيره وتقلبت الدنيا، خصوصا انها هي معروفه بزاف. هاد الخبر هذا دار ضجه كبيره في الهند وفي العالم. هنا صوامي نكر في البدايه، قال لهم: انا ما عارف والو من هاد الشيء هذا كامل. قالوا له: راه كاين واحد الشخص اعترف عليك اللي هو رئيس الخدم كومار. قال لهم صوامي: واش نتوما كتثقوا في شي واحد سكران؟ من كثرة ديال الضغط هو يعترف.
طلقت من الزوج ديالها، تزوجت بيا، فرقت البنات ديالها. ولكن شاكيرا كانت ديما حزينة. من بعد مدة ديال الزواج ما تغير والو، ديما كنشوفها حزينة. في المدة الأخيرة كانت كتحس بالاكتئاب، وكنت كنحاول أنني نخليها تنسى. وهنا بدات كتواصل مع بنتها صباح، ولكن هادشي هذا ما كانش كافي، لأنها ما كانتش قادرة أنها تفرق ولادها أكثر من هكا. وأنا كنت خايف أنه يجي واحد النهار وتطلب مني الطلاق، وخصوصا أنها الضغوطات هذه اللي كانت كتحس بها من طرف المجتمع اللي كان ديما كيسبها، وبناتها اللي كانوا بعادين عليها، والناس كانوا كيعايروها كيقولوا لها هذا ماشي من الديانه ديالك. يعني ما كانتش مرتاحه نهائيا، والمجتمع كان ديما ضدها. وهي كانت حاسه بانها دمرت السمعه ديالها والسمعه ديال العائله ديالها، وكانت ديما كتلمح لي انها دايره غلط وباغا تصلح هذا المشكل هذا. وهذا الشيء هذا اللي خلاني نفكر بشي طريقه باش انها تراجع على القرار ديالها، ولكن بدون جدوى. انا حسيت بها قريب غادي تطلب مني الطلاق، وانها قريب غتاخذ هذا القرار. فكرت انني ندير ليها واحد المنوم اللي يكون قوي، درت لها في الاكل، ودخلت في واحد النوم عميق. فطلبت من كومار انه يجيب لي تابوت. فعلا حطيتها في ديك التابوت وغلقت عليها بالمسامير، وخديته وحطيته في الحوض ديال السباحه، وردمت عليه هذيك التراب. وهنا جبت عمال وحدين اخرين يرموا الحوض ديال السباحه من بعد ما دفنتها من تحت الحوض، ورمولو ديك المسبح، وعمل رخام قطع اللي هي كبيره بزاف وفاخره وغاليه. خلى هذيك المسرح قاعه ديال الحفلات، فكان كيجيب شخصيات بارزه كيسكروا تما كيرقصوا تما، وكان كيعرض للناس ويجيب فرق موسيقيه، وكان كيجيب تجار وشخصيات بارزه لديك الحفل، وكانوا كيشطحوا من فوق منه وكل شيء عملوا على شكل بار. يعني هذا الانسان هذا كان حاقد. المصيبه اللي لقاو ان التقارير تبتت ان السبب ديال الوفاه ديال شاكيرا هو الاختناق. شاكيرا ملي فاقت من ديك النوم العميق لقات راسها ما بين واحد الجدار من الخشب، وعرفت ان هذا قبر، وبدات كتغوت حتى تخنقت وماتت للاسف. يعني حتى في الموت ديالها مسكينه كان شنيع. شنو كان الهدف ديال صوامي؟ هو انه يدفنها وهي حيه. دفن واحد المراه اللي كانت في قمه ديال الجمال وعندها حسب ونسب، فقط لانه حس بانها باغا تصلح الامور مع ولادها. صوامي ملي داوه المحكمه تراجع على الاعترافات ديالو، وقال لهم بانه اعترف لانهم عذبوه بزاف، وبقوه الضغوطات اعترفت. وقال لهم بان المسلمين هما هادو، حيت لقاوني ماشي مسلم عليها. هنا القاضي بغى يتاكد من هاد المعلومه هادي، واش فعلا هاد الشيء بصح وانهم فعلا عذبوه باش يعترف. ولكن ما لقاو حتى شي حاجه من هاد الشيء، وبالنهايه رجعوا تاكدوا بان صوامي هاد الحقير هو قتل شاكيرا، هو اللي حطها في التابوت وهي حيه. والمصيبه انه عامل فوق منها قاعه للحفلات والرقص. قوه الحقد اللي فيه. وحضروا في المحكمه حتى الناس اللي كانوا كيحضروا في ديك الحفل. طبعا هما ما كانوش عارفين بانهم كيرقصوا فوق قبر ديال شاكيرا. وفي النهايه اتهموا صوامي بالقتل العمد وحكموا عليه بالسجن مدى الحياه. وهكا انتهت قصه ديال شاكيرا، المراه اللي ضحت بكل شيء من اجل الحب مزعوم. غلطت ملي طلقت من الراجل اللي كان كيحبها وكيقدرها، وسمحت في بناتها، وتزوجت بصوامي اللي كان الغرض ديالو هو الثروه ديالها. في الاخر شاكيرا خلت حياتها وخلت بناتها. قصه حزينه، ولكنها درس باللي الحب المزيف ما كيدومش، والثروه ما كتشريش السعاده.